91 بطولة صلاة على النبي يا جماعة الخير. الهلال يحلق وحيدا ما شاء الله تبارك الله يا جماعة. طبعا تاريخنا معروف، الإرث اللهم لك الحمد معروف، يعني غيرنا حاول بقدر الإمكان 91 مدري. طب احنا حاسبين ترى على فكرة حاسبين الوديات، يعني عشان بس يعني احنا حتى لو شلت الوديات كمان بنكون الأعلى، بس في ناس يبي يحسب الوديات بس ما باك تحسب الوديات، فهمتوا؟ ما علينا. على العموم ألف مبروك، نرجع ونقول لكم ألف 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 مبروك. اللهم لك الحمد يا جماعة الخير. الحمد لله أنا شفت الهلال يحقق بطولة قدامي، اللهم لك الحمد. صراحة كان النصر حق الجحفلي أو الأهلي أو النصر الأخيرة كلها يعني ما كتبت، لكن اللهم لك الحمد. بصراحة نبغى نتكلم عن المباراة بشكل سريع، يعني ما تكلمنا أمس. بداية المباراة التشكيلة، يعني أنا بيني وبينكم مسكت راسي، لأن فكرة أنك أنت تلعب متعب الحربي ونيفيز وتومباكتي حرفيا قلب واحد، قلب، هذه كانت مصيبة. بس أنا بعد ما فكرت شوي توقعت أن إنزاغي ممكن يعتمد على متعب بسبب السرعة، لأن أكيد الخلود حيلعبوا على المرتدات. لا تتوقع الخلود حيخش ويضغطكم من هذا الكلام وبياخذ بيستحوذ، هو يلعب على أخطائك من الآخر. بس فاجأني حرفيا أن الخلود يعني دخل أول 10 دقائق أو نقول أول نص ساعة، الخلود والله كان يخوف يا جماعة. وانتم شفتوا طبعا الهدف دخل الدقيقة 3، أنا مسكت راسي يوم شفت الهدف قسما بالله، قلت خلاص الله يستر، لأن أنا أولا عندي سلسلة انتصارات، الهلال كل ما أحضر له بإذن الله ما ينهزم، يعني حقيقة يعني. بس ما علينا. طبعا لاحظت تبديل بسيط واللي خلاني أقول يا إنزاغي، طب أنت والله يعني أنت إنزاغي هو اللي جاء من الإنتر ما هو بأخوه. تومباكتي كان هو اللي على اليمين ونيفيز هو اللي في الوسط، وعلى اليسار كان متعب الحربي. تومباكتي كان يعاني انه يمرر لمالكم بسبب العلاوه، كان العلاوه واقف صح يا جماعه، والله كان يعني يمنع التمرير. ولاحظوا هذا في بدايه المباراه التبديل حصل ما ادري بالضبط متى، لكن في الشوط الاول انا متاكد خلى نيفيز هو اللي على اليمين وتومباكتي هو في وسط الملعب. والحركه هذه على فكره من بعدها الهلال انطلق، ومالكم على فكره انطلق. توظيف مالكم في 3-5-2 توظيف ممتاز. انا قلت لكم انا انسان حاقد على مالكم وشايل عليه، ولكن مباراة أمس قدم بسبب التوظيف. في توظيف مالكم قادر يقدم يعني مستوى ممتاز جدا، خاصة لما أنت يعني توفر له المساحات الكافية. أما تركنه قدام يضيع. بيني وبينكم الفريق طبعا بداية المباراة كان ضايع، يعني لحد ما دخل علينا الهدف الجمهور صلاة على النبي ما شاء الله تبارك الله رجعناهم يا جماعة الخير. خلال 5 دقائق الهلال خلص المباراة. بدينا الشوط الثاني. طبعا الشوط الثاني واضح ان الهلال خلاص يعني خلصنا المباراة، صح ان في اخر المباراة بغت تهج، بس اللهم لك الحمد الهلال مسك المباراة خاصة الشوط الثاني. يعني الخلود ما عاد هو قادر يجاري من ناحية اللياقة، حتى من ناحية العناصر يا جماعة لعبتهم خلاص انتهوا. وفي ناس شايفهم زعلانين يقول لك ليش الشوط الاول اعطوا 8 دقائق، هتان بهبلي اخذ لوحده في الشوط الاول يمكن ربع ساعة وهو متبطح في الارض. بس يلا الحمد لله وتوجنا اللهم لك الحمد. مباراة جدا مهمة، كاس جدا مهم، الهلال محتاج فوز زي هذا، محتاج يتوج. التركيز ان شاء الله على المباراة القادمة بإذن الله. خلاص ننسى الفوز خاصة للعيبة، يعني احنا خلينا نفرح شوي، ينسوا الفوز يركزوا على اللي جاي. ننتبه على ثيو، معليش يا جماعة صح نسيت، ثيو قدم مباراة ممتازة جدا 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 يعني. طيب انت عندك يا ابن الحلال ليه ويعطيك النظرة هذه وبعدين ما يسوي شيء؟ طيب انت قادر تسوي، قادر تقدم بيني وبينكم والله عامل الجمهور برضو هذا نيفيز اتكلم عليه بعد المباراة يعني. لكن الله يوفقنا يا رب، وبإذن الله النصر ان شاء الله الوعد بإذن الواحد الأحد الدوري ان شاء الله ما يروح.